لأني تلقيت من الأصدقاء تجارب مريرة قوامها الغدر والخيانة، فقد علمتني التجارب خيبة الأمل في الكثيرين. التجارب التي لا تعرفها أنت، والتي لا تستطيع أن تتصور حدتها وقسوتها. التجارب التي تطعن آدمية الإنسان وتهدر أحاسيسه وتدوس بنعالها الغليظة الملطخة بالوحل قلوب الناس وأحاسيسهم ومقدساتهم. هذا هو مفتاح نجيب سرور الذي توصل إليه بكلماته. لما نحب نتكلم عن نجيب سرور هنجده مبدع في أكثر من نواحي الإبداع. سنجده ممثلا، مخرجا مسرحيا، ناقدا. في البداية عرفناه شاعرا، وشاعرا بالفصحى، ثم كاتبا مسرحيا ومترجما وأستاذا لمادتي الإخراج والتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. هذه الطاقات وهذا التعدد في المواهب بيتضمنهم نجيب سرور اللي عاش كالشهاب، عاش 46 سنة كلهم إبداع. خرج في بعثة لروسيا في أواخر الخمسينات، ثم بقي في روسيا والمجر حتى عاد 64 بعد قطيعة مع النظام المصري في تلك الفترة. نجيب سرور كان المسرح جواه، اهتم بالفن المسرحي والتعاقد مع الفنون المسرحية، وتخرج منه سنة 56 واشتغل فرقة المسرح الشعبي اللي كان يحيى حقي كان هو مدير هذه الفرقة، وقدم فيها بعض العروض المسرحية. بعد كده جات له بعثة لسنة 58 للاتحاد السوفيتي عشان يدرس فيها الإخراج المسرحي. طبعا هو نجيب سرور كان مسافر ودخله النظام، يعني هو قبل كده كان منتمي للنظام الشيوعي في مصر، كان منتمي للتنظيمات الشيوعية، كانت واخداها تماما، لأن هو لقى فيها المساواة ولقى فيها العدالة الاجتماعية اللي ما لقاهاش في النظام الرأسمالي اللي كان موجود قبل كده. مع ذكر اسم نجيب سرور بيتداعى إلى ذهن أي مسرحي مصري أو عربي حالة من حالات الشجن والحسرة على مشروع فني وإنساني، ويعني شديد الثراء والتنوع والقوة والجاذبية، لكنه بنحس كأنه لم يكتمل. تنوع نجيب سرور بيأتي من كونه يعني شاعر متدفق جدا جدا. يعني لو احنا شبهناه بنهر، هذا النهر في لحظة من لحظاته بيكون شديد الصخب والعنفوان والتمرد والجموح، ولا يستطيع أحد أن يقف في مواجهته كشلال. ولكن في لحظات تانية عندما نستدعي معاني أخرى مثل الحزن نجد عمق في أقصى أعماق بئر الحزن. إنه نجيب سرور بكلماته وبوصفه لنفسه، فقد جاء إلى العالم ممرورا وذهب منه أكثر مرارة،
رغم عبقريته الفنية في كتابة الشعر والمسرح والنقد وفي الإخراج والتمثيل، وهو صاحب ثقافة رفيعة وموسوعية، لكنها للأسف لم تستطع أن ترفعه من القاع الذي ارتمى بداخله بسبب قسوة الناس والحياة والمجتمع. بداية نجيب سرور رباعية بهية، يا بهية وخبريني، ياسين وبهية. هذه الرباعية تحكي على المنوال القصصي ياسين وبهية، يا بهية وخبريني. يأتي تألقه في 65 عندما قدم المسرحية الخامسة اللي هي منين أجيب ناس. منين أجيب ناس والمسرحيات السابقة لها إزاي اغترف من المأثور الشعبي ومن الأغاني والعدودات هذا الموروث الشعبي الغني والثري، استطاع إن هو يغترف منه ويقدم لنا إبداعاته من خلال نسيج صحيح لم ينتظم أو لم يتقيد بالشكل التقليدي للمسرح الأوروبي، لكنه قدم مسرحا جديدا، مسرحا يقوم على السرد الدرامي أو فلنقل الشكل الملحمي للدراما. سافر روسيا هناك كان طالب مجتهد جدا جدا، كان مقدم جدا على تعلم اللغة الروسية، كان بيحاول يقرأ بنهم شديد كل ما يجد له علاقة بالمسرح، كان بيطالع المسرحيات الروسية والإخراج المسرحي في روسيا، كان مهتم، ولكن كان داخليا بيخفي انتمائه الشيوعي. نجيب سرور كان جواه ضيق شديد جدا من الوحدة اللي تمت بين مصر وبين سوريا، قال لك انها وحدة ارتجالية، وبدأ يحس ان النظام في مصر وسوريا نظام ديكتاتوري، فعمل جمع الاخوة المصريين هناك وخطب فيهم خطبة شديدة اللهجة أدت إلى فصله من المنحة وإلغائها. محاولة الفصل ما بين تجربته الإبداعية وتجربته الحياتية أمر بالغ الصعوبة. ليه بالغ الصعوبة؟ لأنه الحقيقة هو كان إنسان وفنان صادق إلى درجة الجنون، يعني إن صح هذا التعبير، يعني ولا يستطيع أبدا أن يوائم أو يعني أن يتراجع أو أن يجري حسابات أو يتصالح مع أمور هو مش مقتنع بيها، لدرجة كبيرة جدا، لدرجة عرضته لمتاعب حياتية ومعيشية وأثرت طبعا على منتجه الإبداعي. لكنه من قوار هذا الألم الشديد وهذا الجموح خرجت التجربة اللي اديته خصوصية فريدة جدا. منين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه، منين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه. الشمس نام يا نعيمة يا نعيمة، مجروحة زيني وحزينة يا نعيمة. الشمس نام يا نعيمة يا نعيمة، مجروحة زيني وحزينة يا نعيمة. ولد نجيب سرور عام 1932 في قرية إخطاب، وكان العمدة فيها فوق الجميع، يتحكم في أقدار البشر وأرزاقهم. وقد رأى سرور بنفسه كيف يعامل العمدة أباه بالحذاء، وكانت هذه هي البداية
بداية تمرده الحقيقي على العالم كإنسان. وقد تعمقت هذه المشاعر عبر حياته كلها، فأصبح كما يؤكد صديقه جلال الشرقاوي الذي سافر معه في بعثة إلى الاتحاد السوفيتي وقد غيرها الشرقاوي فيما بعد إلى فرنسا، يصفه الشرقاوي بالانطواء والتوجس بسبب ما عاناه من قهر واضطهاد في طفولته، ولكن حين تقترب منه تلمس طيبة قلبه. عشاق الشعر يعني بيحبوا نجيب سرور كحالة جامحة ومتفردة، وعشاق المسرح بيجدوا في نجيب سرور مسرحي بالغ القوة، واستعان برهافته كشاعر في توصيل معاني درامية بالغة العمق. الروافد اللي اعتمد عليها يعني في شغله الحقيقة نقدر نقول عليها الرافد المصري بكل تجلياته، لأنه في مرحلة من المراحل مثلا في الحكم قبل المداولة، في مسرحيته الحكم قبل المداولة بيستعين بكتاب الموتى اللي هو إرث فرعوني، وفي مسرحيات تانية بيستعين بالتراث الشعبي زي في ياسين وبهية ومنين أجيب ناس وإلى آخره. يعني يستعين بالموال، ويستعين بالقصيد الشعبي، ويستعين بتراث الأمة الشفهي، ويحب بقى هذا التراث محبة عاشق للدرجة اللي بيدفروا فيها داخل الأنسجة والتركيبات اللغوية الفصيحة. كتب 3 مسرحيات نثرية هي الكلمات المتقاطعة والذباب الأزرق وقبل والحكم قبل المداولة. نجيب سرور يعني أثرى الحركة، ليس المسرحية فقط، الحركة النقدية، الحركة الشعرية. يعني هذا المبدع الذي كان كالشهاب كما سبق أن قلت، قدم لنا أيضا شكلا آخر من الهجاء، لأنه في عمله الأخير بتاع منين أجيب ناس فضفض وحكى. هو كان في البداية بيتكلم عن بهية وما حدث قبل 52 يوليو 52 وحركة الجيش. هنا في هذا النص حكى عما حدث في مصر بعد ذلك في نكسة وما يسمى بهزيمة يونيو 67، وقدم ما يمكن أن يقال تقرير حال عن الشعب المصري والأمة المصرية في تلك الظروف. ترك نجيب سرور روسيا وراح المجر في بودابست واشتغل في الإذاعة هناك، وبدأ يكتب أعماله هناك. كتب رائعته ياسين وبهية. طبعا هو عاد لمصر سنة 64 وعمل مدرسا في المعهد العالي للفنون المسرحية. رائعته ياسين وبهية كانت من أهم أعماله اللي تم عرضها على المسرح الجيب من إخراج كرم مطاوع سنة 64. ياسين وبهية هي احتار فيها النقاد، الناس قالوا إنها مسرحية وناس قالوا إنها قصيدة شعرية، ولكن نجيب سرور قال إن هي رواية شعرية. هو كتبها طبعا بشكل الراوي، راوي شعر الربابة الذي يحكي قصة ياسين وبهية ويتساءل من الذي قتل ياسين. لقد جاء نجيب سرور إلى العالم ضمن 10 أفواه لفلاح فقير يعيش في قرية إخطاب، عانى شظف العيش، وحين جاوز المحنة وسافر وانتهى من دراسته بالاتحاد السوفيتي قدر عليه أن يدخل في محنة أخرى، فسافر إلى المجر لمدة عام، وكان منفيا نفيا إجباريا. وحين قدر له أن يعود إلى الوطن بعد صرخة الناقد الكبير رجاء النقاش، ظل يتصادم مع قوى مرئية يحدد مصادرها ويتصادم معها، كما ظل يحارب قوى خفية تتمثل في وشايات من صغار القوم غير الموهوبين. وعن هذا يقول الكاتب الكبير خيري شلبي إن أعداء نجيب سرور
الذي رأى أن الواقع المصري يطفح بهم هم الذئاب البشرية من أكلة لحوم البشر ومن اللصوص المرتشين والخونة. أنا هدي مثال بس بسيط يعني يبين لنا إزاي إنه نجيب سرور في الوقت اللي هو فيه شاعر فصيح داخله لسان عامي. يعني مثلا نلاقي في ياسين وبهية يقول تعبير: فشرت أي صبية أجنبية جنب بنت بهود بهية. فشرت ده تعبير عامي جدا، لكنه يستطيع هو بحس الراقي أن يطعمه داخل اللغة العربية، فلا تستطيع ممانعة قبول هذا الرافض. يعني هذه الروح بقى لنجيب سرور الحقيقة ادت يعني قوة وجمال وجاذبية، وبتدي حالة من حالات الأسى. يعني مثلا تعرضه، يعني الواحد ساعات يفكر في حاجة مهمة قوي، بالرغم من ان نجيب سرور باحث ودارس، درس في اهم الاكاديميات ويعني في روسيا وغيرها يعني، الا انه استفاد من منجزاتهم التقنية وقدر انه يطوعها لتراثنا والقضايانا والاهتماماتنا والانشغالاتنا والى اخره. يعني هي طبعا بتتكلم عن علاقة الحب بين ياسين وبهية. ذلك ياسين الذي كان يطمع في جواز من بهية ابنة عمه، ولكن للأسف الظروف الاقتصادية منعت هذا الزواج نتيجة القهر الذي كان يمارسه الإقطاعي على هذه القرية. ذلك الراجل والإقطاعي الذي كان يهاجم الفلاحين ويأخذ محاصيلهم. في أحد المرات أراد الإقطاعي أن تخدم بهية عنده في القصر، فتعرض له ياسين وصار، فطبعا أخذ وعلق من رجله، يعني تعلق من رجليه وجلد هناك في هذا القصر. بعد كده ياسين قدر يجمع الفلاحين ويعمل ثورة ضد هذا الإقطاعي، لدرجة ان هم أرادوا حرق قصره. في الفترة دي استعان الإقطاعي بالهجانة، والهجانة طبعا أطلقوا النار على الفلاحين فقتل ياسين. الناس كتير والكلام أكتر وياما تلوه، بس اللي يتلوه يشوفوا اللي حسن شافه. والروح عزيزة وحلوة، يا روح ما بعدك روح. لزومه ايه الكلام والطور عليه نافه، تدور السواقي بالدموع والدم. والفايدة ايه يا كلام، لم اللسان وتلم. اصل اللسان ده حصان، تصونه ما تنهان وتهينه ما تنصان، وكل قول بميزان وكل قول بميزان. الأردب مهول، طب ليه تشكيله؟ لأنك هتتعفر ويكلفوك شيء. يعني يا نفسي وبس، وغير الطوفان. الناس من الخوف خرس وبقيت لجام يا لسان. الناس من الخوف خرس وبقيت لجام يا لسان. وازاي هيتلو الكلام الا بفك اللجام؟ فك اللجام انتي، قولي حكايتك ايه؟ دي مش حكايتي انا، لكن حكاية حسن. انت وحسن واحد، انت وحسن نصين، جسدين بروح واحد ولا جسد بروحين؟ لو كنت اعرف بان الوعد بالتاني. الوعد دايما كده يتدارى زي الديب ويطب ماله طبيب. والله يا عالم ما كنت خرجت من دار، بس المقدر كان وانا ما بكتبش ولا بفك الخط. ابويا وامي ما علمونيش من صغري، سابوني عامي يعني. ابويا فزوره، حتى امي فزوره، والكفر فزوره، والعمده فزوره. وشرحوا شيخ البلد، شيخ الغفر والغفر، وكان وراهم ملك ياخد مراكبنا غصب. واسال ما الاقي جواب، ونجاوب القى الجواب هو السؤال نفسه. ادوخ على البقره متعلقه في ساقيه، والساقيه ما بتسقي. لفي ولفي وموتي من العطش سكتة. وتلمي يا نعيمة وحطي في عينك حسبة ملح وبتتمي. يا بنت عيب اختشي وخلي عندك دم، ده كلام غوازي وعيب، ودي مش عباية البنات، والناس يقولوا ايه. يا ابو البنات الحق بنتك هتفضحنا. احبس فوق القرار واقفل عليها الدار، واضرب وأدب وربي. تكسر بنتك ضلع يطلع لها ضلعين، مش حوا من ضلع آدم وحوا هي العار. ونعيمة بصت يمين، ونعيمة بصت شمال، ونعيمة ضحكت. سمع ضحكتها سابع جار، ونعيمة متزوقة على ليلة الجنة. ونعيمة ونعيمة
إنه نجيب سرور الذي قال: قلبي كان دوما فارسا كره المنافق والجبان. لقد كان سرور فارسا في حياته، ولهذا نفاه صغار القامة، وهو في مماته لا يزال منفيا على خشبات مسارحنا رغم عبقريته. لقد أدخلته لطمات الزمن إلى مستشفى الأمراض العقلية في القاهرة والإسكندرية، ومع ذلك لم يتوقف عن الإبداع. وفي مستشفى العباسية كتب سرور مسرحية الكلمات المتقاطعة عام 1970 ومسرحية الكلمات المتقاطعة جدا. وفي مستشفى الأمراض العقلية وكان قد دخلها دون أن يدري أحد به، وكان قد اكتشفه بالمستشفى معيد كان يحضر لرسالة الماجستير في المستشفى، وسمع صوت مريض يصرخ ضد التمرجية الذين يشبعونه ضربا: انتوا مش عارفين أنا مين؟ أنا نجيب سرور. وكان هذا المعيد الذي يدعى أحمد شوقي العقباوي قارئا لنجيب سرور، فأراد أن يستوثق منه عن ذلك، ومن خلال حواره أدرك أنه فعلا نجيب سرور، فأخذه إلى حجرته الخاصة وجعل إقامته بها وتولاه. كتب في النقد وفي الشعر أكثر من كتاب يعني هنا، لكن يظل فترة ازدهار نجيب سرور في أعماله المسرحية التي قدمها في شكل مختلف وفي محاولة لتأصيل وتجزير المسرح المصري أو المسرح العربي. قبل ما يعمل ياسين وبهية كان عمل شجرة الزيتون، بعد كده ياسين وبهية. ياسين وبهية كان جزء من الثلاثية اللي هي كان تالتها يا ليل يا قمر، اخرجها جلال الشرقاوي، وبعد كده قولوا لعين الشمس، وبعد كده يا بهية وخبريني، وقدم اعمال قالوا يا مصر، وقدم مننا نجيب ناس، وملك الشحاتين اللي اخذها عن اوبرا 3 بنسات لبريخت، وقدم اعمال اخرى كثيره. طبعا نجيب سرور اعماله المسرحيه يعني ثبت علامه وبصمه كثيره عند الفنانين، كلنا طبعا متاثرين بيه، وكل الفنانين اتاثروا بيه. هذا هو نجيب سرور، هذا الإبداع المصري جدا المشرب بتراث هذا الوطن بكل معانيه، والقادر على إنه يعني يقدم لنا رسالة تفوق ناسنا في الأوقات اللي بتكون فيها الصورة مش واضحة بما يكفي للإنسان العادي. هكذا كان مصير أشعر شعراء المسرح المصري نجيب سرور، وقد رحل عنا في 24 من عام 1978 عن 46 عاما من مدينة دمنهور.